انا مرحبا بالساده المشاهدين في حلقه جديده برنامجكم المفضل على مائده رمضان. النهارده عندنا احد الشخصيات واحد اعمده كفر مختار. النهارده معنا ومعكم الحاج زكريا جزيل. كل سنه وحضرتك طيب، اهلا وسهلا بيك. حضرتك طيب يا استاذ ابراهيم. شرفتنا ونورتنا. الله يبارك فيك يا رب. رمضان كريم على حضرتك وعلى كريم. الله اكبر، وربنا يعوض عليك وعلى جميع المسلمين بخير وبركات يا رب ان شاء الله. الله يخليك. في البدايه بنرحب بحضرتك وطبعا بقول لك نورتنا وشرفتنا، ونتمنى ان شاء الله ان احنا ما نبقاش يعني مصبرين على حضرتك. الله يبارك فيك، شرف ليا ان انا اقعد مع حضرتك واتحاور معاك، وانا سعيد جدا 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 برؤيتك والله. الله يبارك فيك. جدا 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 برؤيتك. شرف ليا، والله شرف ليا على الكيان الشخصي بصراحه. ربنا يبارك في فيك. البدايه عايزين نعرف سنه المشاهدين مين هو الحاج زكريا جزيل. انا زكريا ابراهيم احمد جبريل، انتمي لعيله جبريل ومقيم في كفر نصار، وكنت بعمل في القوات المسلحه مده طويله جدا جدا، والحمد لله طلعت معاش وبدات اشتغل في العمل الخيري الحمد لله. حضرتك يعني نعرف حضرتك انك الفتره اللي فاتت ديت كنت بتمارس العمل الخدمي عن طريق جمعيه التنميه، صح كده؟ نعم. نعرف منصب حضرتك في الجمعيه. انا ماسك في الجمعيه امين صندوق. امير صندوق. امين صندوق. طبعا امير صندوق من المناصب اللي حاسسها مهمه في الجمعيه جدا، لان بتبقى عليها زي ما انت بتقول بقى الموضوع بالشعر. تقدر تقول الجمعيه هي في امين صندوق. هي امين صندوق. لان هو يعني اللي ماسك رقابه البني التانيه خطير جدا ودقيق جدا. حضرتك يعني توليت الموضوع ده الفتره دي بقى لي حوالي سنتين بس ممكن تقول حضرتك من اول 20 سنتين 20 الحمد لله. بفضل الله عن طريق جمعيه او غير جمعيه، لا احنا بندفع حضرتك بتنزل كتير. قول لنا ايه يعني المعوقات اللي قابلت حضرتك في موضوع الجمعيه؟ يعني الجمعيه دي زي ما بتخدم الناس، اكيد في ناس يعني انت عارف هم ايه الشجره المثمره يعني. عايزين نعرف اكبر عائق قابلك في الموضوع ده في خدمات يعني. والله اكبر عائق في ناس باستمرار بتعرف في كل حاجه. اعتراف. يعني انا عن نفسي بطبق ايه؟ انا مثلا لما اعرض حد، لما احب اعرض حد يعني بخش مكانه لو امكن، انما ما ينفعش ان انا اعارض وعارض 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 وانا بعيد. يعني انا لما حد كان بيدي نقد لينا فبقول له طب تعالى ساهم معانا، اقعد معانا واتكلم معانا، لو فكرتك افضل هننفذها. انما ما تقولش تقول ماليش دعوه، تقول تنتقد وتقول ماليش دعوه، لانك انت مش منطبق معانا، انت ما انتش عارف. فالمفروض عشان تعارض تعال ساعدنا في جهدك يا جماعه. لا دي والله لو كلامك صح هننفذه، لو كلامك صح هننفذه. طب انت كلامك كده وغالبيه الرسول ابراهيم نقد من بعيد ليه نفس الحق، انما يجي يشاركك نقد هجان. نقد هجان وعندي حته خالص، وانا بقى بسمي ده حقد، بسميه حقد. يعني مش ممكن نلاقي حد بيحكم على خدمات الناس. ممكن ليه انت لا ليه انت شغال؟ ليه الناس بتتكلم عليك؟ ليه الناس تقول لك فلان عمل وعمل وعمل وعمل؟ مش في الاخر خدمه للناس. لا، لان الحمل تقيل. حمل تقيل قوي، كبير جدا 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 وتقيل. ممكن تقول لنا الجمعيه حضرتك يعني ايه عملنا ده وخلاص انا اعمال الجمعيه طبعا اول حاجه احنا بنعملها الحمد لله، بس اعمال ارض يعني مش الاعمال اللي هي اللائحه. عملنا الحمد لله اهم حاجه عندنا في عربيتين دفن موتى، وطبعا حضرتك عارف دلوقتي ان نقل الميت بيتحمل يعني ايه في نفقات جامده قوي. فاحنا طبعا يعني محافظين جدا جدا العربيات تكون جاهزه في اي وقت، عشان لما الميت يموت تنقل الميت بأجر رمزي بسيط جدا 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 جدا. دي حاجه ثانيه طبعا بنسعى كنا لسه برضه يعتبر جديد. احنا ربنا اكرمنا الحمد لله وبفضل ربنا وحضرتك عملنا الحمد لله دروس مجانيه، ومعاها الملازم مجانيه برضه لأي حد كان في كفر نصار. كنا بنعلن العسير يا جماعه تعالوا، بدأنا من رابعه ابتدائي وخمسه ابتدائي وسته ابتدائي واولى اعدادي وثانيه اعدادي وثالثه اعدادي، ولاقت نجاح ما شاء الله كبير جدا 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 جدا. يعني الناس كلها بفضل الله يعني بدأوا طيب بدأوا يعني في
الحمد لله برضه ربنا اكرمنا الحمد لله. جبنا يعني طبعا ادينا حوالي 50 شنطه في رمضان ووزعناهم. حتى انا شكلت لجنه قلت لهم يا جماعه لجنه من ثلاث افراد يشتروا حاجه ويقعدوا مع بعض يختاروا 50 اسره او ست اللي هي مثلا مطلقه او ارمله او ظروفها صعبه. كانت عليها الكلام ده عشان خاطر نبعد برضه عن ايه؟ لا دي خدت دي ما خدتش. ورغم ذلك برضه في ناس كتير جدا 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 برضه هتموت. طب نعمل ايه؟ انت النهارده لو جبت مثلا مليون شنطه برضه مش هيكفي. لان زي ما لاحظت برضه يا استاذ ابراهيم ان طبعا الله يكون في عون الناس يعني. ممكن الواحد ياخد من مكان ومكان ثاني ومكان ثالث ومكان رابع ومكان خامس ومكان سادس ولا فيه حمد ولا شكر ولا فيه. يعني على الاقل حتى ولا قد تكفر. لا 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 فيش. انا ما خدتش. اقول ان لا ان شاء الله بنستعد ان شاء الله برضه يوم الجمعه الجايه ان شاء الله بنعمل ان شاء الله حفل الطفل اليتيم وبنختار حوالي 5 امهات مثاليات برضه هيكرموا. وكل ده كله باللجان بتتشكل عشان برضه حساسيه الموقف. ما حدش يقول لك ايه ده اختار مش عارف مين تبعه مش تبعه كده. حتى انا في الشغل حد قال لي الست دي كده اديها كده. لا حد يشوف نفسه الشرط يقول لك حاجه من الاثنين يا اما هو ياخدها هو او يا عم ده فيها مش عارف مين عشان عارف حاجه كده. انا حساس جدا 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 جدا. يعني انا ما بخاف جدا من الشبهات. بخاف جدا 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 من الشبهات. صار الكلام نهانا عن الشبهات. وربنا يوفق. انما احنا بنقابلنا صعوبات. في حاجه بتتاجل في رمضان يعني حاجه جمعيه مثلا بتستعد او بتجهزها ان شاء الله. لا يعني هو في ناس متبرعه لحد بس يمكن دي نقطه خلاف ان هم عايزين يعملوا المائده دي في دار المناسبات وانا رافض. لان طبعا دار المناسبات كانت باهت فانا رافض جامد. يبقى قلت له لا ما ينفعش دار المناسبات ما تساعدش. دي حاجه دي عنوان البلد ودي للعزاء ولاي مناسبات كده. انما الاكل ما ينفعش. انما مش تبعنا خالص المائده مش تبعنا خالص. لا تمام طبعا ان شاء الله يؤدي خدمه كده. والله الاستاذ ابراهيم الخير دايما ما حد بيحس بيه الا منه. ما حدش بيشعر بالخير اللي بتقدمه وبتخدم الا اللي بيقدمه. والحمد لله ربنا يبارك رغم الصعوبات الثقيله قوي بس احنا ماشيين. هنقول بقى الحاجه الفكريه يعني في رمضان طقوس اليوم يمشي ازاي كأربع دلوقتي شغال على حماس. رمضان طبعا انا الى حد ما بحاول افرغ نفسي خالص. طبعا ده شهر كريم شهر مشترك شهر يتقبل ربنا يتقبل فيه دعوات. فطقوس عاديه جدا جدا جدا. مثلا انا مثلا بتسحر بصلي الفجر بريح شويه كده بعد يعني شويه وبحافظ جدا جدا على الصلاه يا جماعه. وربنا برضه يقوينا يا رب ان شاء الله انا اعرف جزء بتاع كل شهر زي ما بتاع كل يوم زي ما ده ماشي. وطبعا بقى يعني انت برضه بتلم بقى اللي حواليك بقى ولادك بقى واحفادك ولاد واخواتك وكده عشان كده ايه بحس يعني صله الارحام وتقرب الناس لبعضيها وفي مناسبه دينيه طيبه مش للمظاهر يعني بتبقى فعما قال كل متجمع بين اخواتي وعيال اخواتي واولادي واحفادي وكده يعني بتبقى قاعده جميله جدا. مش شرط بقى يعني مش شرط بقى ان ايه وجايب لا هذا اللي يهمني افعله. وبرضه في قد برضه مش بقى مثلا بجيب بقى مش عارف ايه وبظاهر بقى لا بنلاقي المعتاد اللي يليق بس هو المقصد اللمه. المقصد اللمه والفرحه. لسه حبيبي والله ربنا يبارك له ابن ابني بيقول لي رمضان جاي ما شاء الله عنده 5 سنين 5 سنين ما شاء الله. هو بيقول لي يا بابا زكريا رمضان جاي؟ قلت له جاي. بقول له بتسال ليه؟ قال لي عشان ناكل مع بعضينا 5 سنين 5 سنين فرحنا القصه دي لان انت الوقت بقيت ايه يعني قدوه. بتصلي هيصلي زيك ما بتصليش مش هيصلي. بتسب الدين هيسبوا الدين. فاحنا الى حد ما بنحاول نزرع القيم والمبادئ والخلق وبما يرضي الله طبعا في بلادنا اهم حاجه طبعا لان طبعا الزمن ربنا رب يرحمنا النفاق كتر
والحقد كتر والحسد كتر قوي 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 قوي، ومحدش يسيب حد على حاله خالص. وبعدين في جميع الحالات وحش مش هتاكل، حلو مش هتاكل. سبحان الله المثل اللي بيعجبني قوي حتى يسمى كاتبه عصير، اللي هو لا مؤاخذه ربنا عزك، اللي هو ضحى مش هتاكل، تعمل كده وما بتاكلش، تعمل كده وما بتاكلش، تعمل كده وما بتاكلش، مفيش فايده. انما انت اهم حاجه تنصر ربنا، تبقى علاقتك متيء وتحس ان انت في تواصل بينك وبين ربنا. سبرة الله هي أعرف طوال ده تستمع عنه على ماليش طبعا معايا، بس انا ايه يعني بجيب حاجه اللي ما تضرنيش. طيب نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل وإجابة طبق المفضل الحبيب. الفاصل طبعا عشان نعرف ايه هو يعني الطبق المفضل اللي حضرتك عارفه، يعني ما تقدرش تعرف. والله الإبراهيم هي الوسطية، الوسطية في كل حاجة. يعني زي ما مثلا السلطة، الشرطة، الحاجات دي متفضلة على السفرة. متفضلة طبعا. وبعدين الوسطية في كل حاجة. يعني مثلا مش معنى بقى رمضان بقى هات بقى لا، الوسطية كلها. العصير، الخشاف، الحاجة اللي هي العادية بس اللي بتسد الرمق وخفيف برضه تقدر عندك طاقة. عندك طاقة. انما مثلا مفيش بقى هات بقى وقال مستلم ليه؟ المعقول خالص. هو رمضان يوم عادي جدا زي يوم عادي جدا جدا، بس من خصوصية هذا الشهر الكريم اللي بيجمع الأسرة. أذان المغرب الأسرة كلها متجمعة، يعني يمكن طول السنة ما بتتجمعش الأسرة، خصوصا الأيام اللي فاتت أو السنين اللي فاتت. إنما النهارده الأب موجود، ولاده موجودين، أحفاده موجودين، كده يعني. وهذا بقى كل مرة الأسبوع على كده بيعزم بقى حبايبه وبناته، بيعزم مثلا إخواته، ولاد إخواته، عشان بتبقى لمة حلوة كده وأيام كريهة تحس بطعم رمضان. يا ترى رمضان 2022 لحضرتك الصبرة بتاعتك ذات وصف يعني وأخص كلمة ذات أو وصف دي أفراد. لا بتزيد، يعني أفراد يعني يا ترى يعني بتزيد طبعا. لأن أنا ببعت أجيب ولاد أخويا البنات، والرجالة والرجالة برضه، على بتبقى المكان بقى مكان ما شاء الله مكان كبير، الرجالة والشباب لوحديها والستات والبنات كلها. افتكرت حد في رمضان؟ يعني أو افتكرت حد أنا طبعا والدي الله يرحمه، والدتي، وافتكر إخواتي دلوقتي. افتكرت أختي الأخيرة. يعني أول ما عليك ثاني؟ لا ثاني. ثاني لا ده آخر يعني آخر حد ممكن تكون أنت افتكرته في آخر أختي دي كنت عندنا حتى كانوا بيسمونا إخواتي تتوقع. كان كلكم لا تتخيل يا أستاذ، كانت قريبة مني، لذلك كانت من عينيا تعرفها. كنت أحد الليلة معناها كده تقول في حد مضايق، في حد مزعلان. لا حد مش عارف. ولذلك في الحج احنا صلنا الحج صارت معنا الحج الله يرحمها، كنت انا والمرحومه زوجتي واختي اصغر اختي صغيره واختي، فاحنا قدمنا كلنا احنا 4 قرعه. القرعه لازم تكون انا واثنين بس، ما ينفعش 3. فابنها قال لك لازم اقدم امي تطلع سياحه عشان خالي تبعها، وفعلا زي ما حصل طلعت سياحه كل يوم عندها، كل يوم عندها. فطبعا دي اللي اثرت عليها قوي قوي، صابت قرار جامد، لاننا لحد دلوقتي حتى مع بعض ما فيش يوم ما مستر ابراهيم ما راحش رحمة الله عليك. ما فيش يوم وقعد بالساعتين 3 مش بالساعتين 3 راح حاجه. ولو قعدت يوم ولا يومين الصوت ما خلاش المدرسه الله يرحمه. قطعت شويه اولادها بقى لا ما ينفعش لازم تيجي يا جماعه. لا لحد دلوقتي حصل اذكر لنا موقف حصل لك في رمضان عمرك لو فاكر السنه مش فاكر بس موقف بقى نظرك على الطريق عمرك حرب اكتوبر وخلاص. حرب اكتوبر كنا نراجع تاني عدد كبير. حرب اكتوبر حدث ثاني حركت في الجيش حركت في الجيش يعني حدث اكتوبر ده يعني حضرتك يعني عشان يروح عاشوا كان واحد مثلا بيموت وهو طفل الروح، تخيل.
يعني انا هنا كنت برشاط لما انا اساسا في الصاعقه، ومدرسه الصاعقه جنب مطار انشاط قدام سور بين المدرسه حتى الطياره طبعا بتبقى يعني الساعه 10 15 المدرسه. ففي اليوم ده احنا بعد ما نعرفش بقى في حرب يجينا الطيران يا استاذ ابراهيم والبيت 21 ون ورا بعض ورا بعض. بعدها مثلا بتاع ساعه البيان الاول يا خبر ابيض يا اعظم الحاجات. لان احنا كنا منكسرين طبعا كنا منكسرين احساس جميل قوي جدا كنا منكسرين. اول ما قبضنا عمر يا لان احنا نقلنا بقى للشريعه العسكريه بقى معلش، لان المنع ده كانوا يحيين بيهمونا خط المنيع خط بديل وخط ورديس واعضاء وزاره قناه السويس والناس فعلا مصر خير. مصر خير بس لما تدي الحاجه الاخلاص. وهو انا برضه الله يرحمه السادات اعتقد كان راجل مخلص، كان راجل مخلص وراجل عسكري وراجل ليبي مخلص ابن بلد. حتى كنت حضرت لاحظ قبل الحرب كان بيلبس افرول وطاقيه كده والعصاوي يغر على وكانت البلد فيها مشاكل اقتصاديه برضه، بس هو كان عنده عزيمه جامده. فعلا بفضل الله ربنا كرمنا الحمد لله وكرم جيشنا وكرم بلدنا ان احنا نقعد ونستمر بكرامتنا تاني. لا 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 جهازنا لا تنسى، ده تاريخ. طيب لو قلنا حضرتك تعمل لنا ضبوط النظام وهتدعو طبعا هحددك كتير انت تدعو فيها 5 اشخاص يعني. هتقول لك يعني 5 اشخاص اقرب 5 هتقدمهم في النظام. هذه حد من دول الله يرحمه الله. هذا طبعا غير اللي بعدين بقى مين المطلوب؟ 5 انت تقول لي والله اكتب انا بحب الكتب. انا عارف احنا ممكن نحط 2 3 5 بس احنا عايزين لا يعني عايزين لو انت هتعمل لنا عزومه هتقدم لي 5 حد من عائلتي وفي ناس هنا اسمها قريبه من قلبي. مين تقول لنا مين حابب ان هو يبقى جنبك كده يحب كده يعني شبهك يحب عمل خدمه كده عايز انت حابب يبقى معاك. ممكن ليا جوزتي الشيخ حسن طب جدا وبنقص الثانيه وممكن التأخير الكبيرة خالص هي برضه بتبيرت رغم ان هو بيجي بس برضه يحسبوا 5 كده 5 5 لو عملت عزومه. طيب عايزين حضرتك يعني تقول لحد انا اسف انا كنت حقك يعني رقم كبير او هتقول لحد تاني يعني انا سامحتك رمضان كده. هو مثل طبعا كل واحد طبعا عارف مدير عليه. انا ساعات واحد حياتي لو عايز تقدر تقول اسمه في حياتي انا ساعات باجي على نفسي جدا 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 وما بحبش افتري وما بحبش امسك فرصه على حد. طب الشخص اللي هتقول اسمه؟ لا. طيب هتقول له حاجه ثانيه؟ اقول له معلش انا ظلمتك بس سامحني. انا ظلمتك ممكن تلمح له باي حاجه كده عشان يعرف هي كده. هو كده لو شافني انا ظلمتك وانت سامحني. هو كده هيعرف ان هو ده ضرر. انا ظلمتك وانت سامحني. فعلا انا بعترف. في حد سألك قوي وعايز يقول له ضرر كتير قوي قوي قوي. تقول لهم يا ابو قوي قوي. تقول لهم يا ابو والله يا مستر ابراهيم انا بصراحه عايز اسامح بس الفعل جامد. معلش سامح خيرك ربنا بس الفعل جامد يعني. هنستغل بقى ان شاء الله يعني المنبر بتاعنا وقدوم رمضان كريم وانت بعض عشان رمضان عشان ربنا كل واحد او اثنين يعني مش ممكن تقول 3 زعلوني قوي 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 قوي. تقول لهم تعالى والله العظيم من غير ما اعمل كده اقسم بالله العظيم. طب ماشي حضرتك راجل خير وابدا بالصبح خليكم بقى بالصبح وقول لهم تعالى ابدا طبعا. الله يسامحك الله يسامحك الله يسامحك على عمل السيء. سامحهم رمضان كريم يا جماعه كلنا نسامح بعض وكلنا
ما يبقاش كل ناس يا مفترض. طيب عايزين بقى حضرتك عشان سؤال ده بتقول ايه السؤال اللي حضرتك كنت بتحب ان انا اساله لك وما سالتكش وانت عايز تجاوب عليه؟ حضرتك هقول كل حاجه بس بفتكر برضه يا ريت في رمضان تكون الارض رب يا ريت يا ريت يا جماعه نستغل هذا الشهر الكريم المبارك اللي بيجي في السنه مره واحده بس. يا ريت نقرب لربنا قوي 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 على قد ما نقدر، لان هو بيجي مره واحده في السنه. يا ريت نقرب كده ونصلي ونقرب من ربنا ونزكي ونتصدق يا جماعه، نتصدق في ناس والله تعبانه جدا 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 جدا. يعني شوف قد ايه لما تتصدق على واحد مثلا ب 10 جنيه ولا 50 جنيه ولا 100 جنيه، تصدق على قد ما تقدر. لان الصدقه دي بالذات يعني حتى الانسان لما بيموت بيتمنى ان يرجع عشان يتصدق، يفتكر يا رب ارجع واتصدق الصدقه. والانسان اللي هو الخير اللي بيصلي ويزكي ويصوم ويتصدق وينشر الخير، ده بتبقى عنده سعاده داخليه والله يا رضا الرحيم اقسم بالله. يعني دي معلش انا بحمد ربنا عليها وهقولها. انا في حياتي ما حسيت بعذر يعني ما سمعتش بديه في حياتي. الحمد لله في حياتي ما بتيجي حد بتقول سلفني 50 جنيه باستمرار. بالعكس ربنا حاطط البركه في مهيتي ومعاشي بشكل انا بحس له كده في سبحان الله. يعني سبحان الله الناس كلها بتشكر يعني لا ونقص كمان والله يا ربنا حاطط البركه في معاشي بشكل اللهم لك الحمد يا رب. شرفتنا ربنا طيب. عايزين بس في النهايه احنا طبعا عايزين حضرتك يعني عندك اولاد ربنا يخلي، عايزين نصيحه للشباب اللي بتدخن. والله انا لسه ما حكيتش الدخان ده مشكله، وهو طبعا ضرر. انا بسميه سيف ذو حدين. الحد الاول صحتك، الصحه كده بتدمر صحتك والمزاج، وبعدين لا قدر الله لما الانسان بيشتكي ما بيرجعش زي الاول. يعني مثلا انا كان حصل لي مشكله عمري ما هرجع زي الاول. لو صرفت مال الدنيا مش هرجع زي الاول، لان ربنا ادالك وهب لك صحه كويسه انت ما حافظتش عليها، فانت ضربت حاجه في نفسك مش هترجع زي الاول. الحاجه الثانيه الفلوس دمرت كده. طب ليه انا جايب 20 جنيه ولا 25 جنيه ولا 30 جنيه؟ لا ده انا اروح مثلا اجيب ايه؟ اجيب مثلا كيلو فاكهه. انا بضم صوت الحاج ان شاء الله بطلع معاك السجاير، يعني اعمل خير بس في البلد السجاير. يا رب شرفتنا ونورتنا وكل طيب. ان شاء الله وصلنا لنهايه حلقتنا الممتعه اللي احنا اتمنى انها تخلص مع الضيف الجميل الاب الروحاني. يعني بنشكر الحاج زكريا تواجده معانا. اشوفكم في حلقه جديده من برنامجكم ضيف الوطن، تقديم مصري، اخراج حسن سعيد. الى اللقاء على جديد.